ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا أردت أن تعرف مدى فتنة الدجال فلا بد أن تتذكر ما سبقناه في الخطب الماضية منذ أن بدأنا في هذه السلسلة. إذا أردت أن تعرف حقيقة فتنة الدجال لا بد أن تتذكر الفتن التي ذكرناها من فساد العلماء والأمراء والعامة، من سوء الأخلاق وفشو النفاق وانتشار الفواحش وفتنة النساء وفتنة المال والأهوال. فكل هذه الفتن إنما هي تمهيد لفتنة الدجال الأكبر. وإذا كان في الأثر كما تكون يولى عليكم، فكيف إذا كان من يولى هو الدجال؟ نعم، ليس له ولاية على مؤمن، لكنه يتغلب ويتسلط على جميع الأرض إلا المساجد الأربعة: مكة والمدينة والقدس والطور. فإذا كان الله عز وجل يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، فبأي ذنب يسلط الدجال على الناس في زمانه؟ ما من أمر من أمور الذنوب والخطايا والفواحش والمنكرات والمعاصي والنفاق والشرك والكفر إلا وقد ظهر في الناس فاستحقوا هذه العقوبة. فحين يخرج الدجال يقول الناس إلى الدجال بالأشواق. قبل أن يخرج الدجال، من كثرة فساد قلوب كثير من الناس يكون الناس بالأشواق إلى الدجال، بل يكون المسلمون بالأشواق إلى الدجال. روى الإمام ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: وحذيفة خبير الفتن، قال: لا يخرج الدجال حتى لا يكون غائب أحب إلى المؤمن خروجا منه. أحب إلى المؤمن. وعند الثاني في الفتن قال: إنه لا يخرج حتى لا يكون غائب أحب إلى الناس من الدجال. لماذا يحب الناس الدجال؟ ولماذا يتمنى الناس خروج الدجال؟ قال رضي الله عنه: مما يلقون من الشر. شر يزيد، والفتن تتفاقم، والدماء تسير، والظلم يعم إلا من رحم الله عز وجل، فيتمنى الناس أن يأتي الدجال. وعند ابن أبي شيبة أيضا عنه قال: لا يخرج الدجال حتى
من شرب الماء البارد في اليوم شديد الحر، بل وهذا صح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي به حذيفة بن قيس. روى الإمام البزار بإسناد حسنه الشيخ مقبل، والإمام الطبراني في الأوسط بإسناد صححه الألباني، قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يأتي على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان يتمنون فيه الدجال. الرجل يوم القيامة من شدة ما يرى من أهوالها، من أهوال يوم القيامة، يقول الرجل: اللهم أرحني ولو إلى النار، يستجير من الرمضاء بالنار. كذلك الناس قبيل الدجال من شدة ما يلقوا من العناء والعنت والظلم والبطش والقهر، يتمنى الرجل أن يأتي الدجال ولا يدرك أن الدجال إنما هو النار. قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين على أمتي زمان يتمنون فيه الدجال. قال حذيفة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ومما ذاك؟ مما يكون هذا؟ لماذا يتمنى الناس الدجال؟ أنا أسألك، هل تتوقع من نفسك أن تتمنى الدجال؟ النبي يقول سيكون. فحذيفة يقول: لماذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: مما يلقون من الفتن والزلازل والبلابل. مما يلقون من الفتن والزلازل والبلابل، وفي نسخة والبلايا. وعند الطبراني بسند صحيح قال: مما يلقون من العناء، من المشقة والتعب، مما يلقون من الضناء. والضناء هو المرض الذي ينحل الجسم، هو الهم الذي يدمي القلب. قال حذيفة رضي الله عنه: يرى الناس شدة البلاء وجنادع الشر. جنادع الشر بوائق الشر. فتنة الدجال على عظمها يذهل الناس عنها، فيظن أن ما هم فيه أشد من فتنة الدجال، لا يدركون ماذا يكون من أمره. وها نحن نخبركم بما يكون من أمر الدجال حتى لا تنشغل بما أنت فيه من بلاء فتتمنى الدجال فيخرج، وقليل من الناس من يثبت في هذه الفتنة. حتى روى أبو نعيم في الفتن بإسناد صححه الحافظ ابن حجر عن حسان بن عطية التابعي الكبير قال: لا ينجو من فتنة الدجال إلا 12,000 رجل و7,000 امرأة، والباقي يفتن. هذا قوله، وقد يكون مما تلقاه عن بني إسرائيل. إن من فتنة الدجال أن معه جنة ونارا، يراها الإنسان بعينه جنة ويراها الإنسان بعينه نارا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جنته نار وناره جنة. ومن فتنته أنه يسلط على نفس واحدة فيقتلها. ومن فتنته تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النخل. ومن فتنته أن يأمر السماء فتمطر، وأن يأمر الأرض فتنبت. ومن فتنته أن يأمر السماء فلا تمطر، وأن يأمر الأرض فلا تنبت، فيمر على الحي من أبناء الدنيا ممن يحبون الرغد وهم في جذب شديد وقحط شديد، فيدعوهم إلى الإيمان به مقابل الدنيا. بعض الناس لا يبالي من أين يأكل، لا يعنيه من أين يأكل، من حلال أو من حرام. مثل هذا إن جاءه الدجال بالمطر بالرزق بالرغد آمن به ولا تعجب. فقد ذكر أهل العلم أن العرب قبل الإسلام كانوا على التوحيد، فجاءهم عمرو بن لحي وهو أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام، جاءهم بالأصنام ليعبدوها. تخيلوا ناس على التوحيد، على ملة إبراهيم، على ما جاء به إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة
صحراء في جد. انطلق عمرو بن لحي إلى بلاد الشام فوجد الناس في الشام يعبدون الأصنام. قال لماذا تعبدونها؟ هل كان عمرو بن لحي يجهل أن له ربا؟ لا. هل يبغي ربا غير الله؟ لا. لكنه سألهم لماذا تعبدوها؟ قالوا نستمطرها فتمطرنا. عمرو الآن في اختبار، هل يطلب المطر ولو بالشرك أم يحرص على التوحيد ولو كان في جهل؟ فأتى عمرو بن لحي بالأصنام للعرب وقال لهم هذه الأصنام إن استمطرتموها أمطرتكم. فتركوا التوحيد طلبا لماذا؟ للمطر. فهذا عمرو بن لحي لا يملك أن يأمر الأرض ولا السماء، لكنه ادعى دعوة. قال الإمام السهيلي رحمه الله فاتخذ العرب عمرا ربا. فلو جاء عمرو بن لحي الآن وقال للناس اتبعوني آتكم برغد من العيش وأرفع عنكم الجدب والقحط والبلاء، كثير من الناس يتبعه. فكيف لو رأى الناس الدجال وهو يأمر السماء فتأتمر بأمره ويأمر الأرض فتأتمر بأمره؟ يمر الدجال على الحي ممحلين ليس عندهم شيء في جنب تام من سنوات، فيدعوهم إليه فيؤمنوا به فيتركهم أكثر شيء مواشي وأكثر شيء زرعا وأسمن شيء عندهم، ويمر على القوم فيدعوهم إلى الإيمان به فلا يؤمنوا به، فيتركهم مملحين ليس عندهم قطرة ماء، ليس عندهم قطرة ماء ولا نبتة عشب. ومن فتنته أنه يطوف الأرض جميعا. فما العمل؟ العمل ما دلك عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه. اهرب فر بدينك من الفتن، فلينأ عنه وليبتعد. فكم من رجل يأتيه يظن أنه على الدين القويم ثابت فإذ به ينحرف ويتبع الدجال.
بأبي هو وأمي. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أراد أن يدخلها منعته الملائكة فضرب الأرض بقدمه فارتجت المدينة ثلاثا. أنت الآن في حصر، أنت الآن في معنى من الدجال. فإذا ضرب الأرض وارتجت، قال عليه الصلاة والسلام: يخرج إليه كل كافر وكافرة ومنافق ومنافقة وفاسق وفاسقة، لا يعصمك إلا الإيمان ولا ينجيك إلا التوحيد. من كان في قلبه نفاق رياء عجب، من كان عنده فسق يخرجه عن حقيقة الإيمان وعن التمسك بما جاء به عليه الصلاة والسلام، يخرج إلى الدجال. قال: فذلك يوم الخلاص، تخلص المدينة من خبثها، تطرد المدينة الخبيث منها، فلا تخلص المدينة إلا للموحدين. ويخرج إليه رجل هو من خير الناس في عصره، ولا تحسبن أنك أنت هذا الرجل. لا تقل لنفسك سأكون أنا هو، فأنا قارئ للقرآن، حافظ للسنة، عابد لله عز وجل. من هو أكبر منك بكثير يفتن، لكن هذا الرجل أيده الله عز وجل بشيء من عنده. يخرج الرجل إليه من المدينة. قال عليه الصلاة والسلام عن الدجال: محرم عليه أن يدخل المدينة، فيخرج إليه رجل من المؤمنين هو خير الناس أو من خير الناس. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا يخرج إليه هذا الرجل؟ لكي يرد الشرك عن الناس. إذا كان من نحى الأذى، من نحى الحجر، من نحى الشوك من طريق المسلمين شكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، فكيف بمن نحى الشرك عن قلوب المسلمين؟ فكيف بمن نحى الكفر عن الموحدين؟ يخرج إليه الرجل فيأتي إلى الدجال، فتلقاه مسالح الدجال، جنود الدجال يتلقونه، فيسألهم هذا الرجل، يقولون له، يسألون الرجل: إلى أين تعمل؟ يقول: أعمل إلى هذا الذي خرج، أعمل إلى هذا الرجل الذي ينادي. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ هم يعبدون من دون الله عز وجل. وكثير من الناس يعبد غير الله ويحب غير الله كما يحب الموحدون الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يقولون: أوما تؤمن بربنا؟ يدعون إلى الشرك. يقول: ليس بربنا خفاء. فيقول بعضهم لبعض: اقتلوه. لماذا يقتلوه؟ لأنه لم يؤمن بربه. فيقول بعضهم لبعض: ألم ينهاكم ربكم عن أن تقتلوا أحدا؟ فنظر هؤلاء يطيعون الدجال أكثر من طاعة كثير من المسلمين لله عز وجل، يريدون أن يقتلوه، لكنهم يتذكروا أن الدجال نهاهم عن قتل أحد دون العودة إليه، فيأخذونه إلى الدجال. فحينما يرى الرجل المؤمن وجه الدجال ينادي في الناس الذين خرجوا من المدينة، يريد أن يردهم مرة أخرى: أيها الناس، أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين عرفه؟ يعرف أوصاف الدجال، ليست مذكورة في القرآن، لكنها مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيعرف أن الدجال أعور، وأن الدجال يركب حمارا رجس على رجس، ويعرف أن مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن،
التشبيح أن يربط الرجل إلى الأوتاد من يديه وقدميه، يصلب على جذوع النخل كما فعل فرعون ذو الأوتاد، كما فعل مع السحرة الذين قالوا آمنا برب هارون وموسى، فيأمر الدجال به فيشبع ويوسعوه ضربا ظهرا وبطنا، فيقول له الدجال أوما تؤمن بي بعد العذاب بعد الابتلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تشرك بالله وإن عذبت وإن حرقت بالنار أوما تؤمن بي؟ يقول لا. فيقول الدجال شجوا، الشج كسر الرأس، يضرب على رأسه حتى تشتر، ويسأله الدجال أوما تؤمن بي؟ من يتحمل هذا؟ إذا كان العبد منا لا يتحمل كلمة في سبيله، لا يتحمل الشيء اليسير في سبيل الله عز وجل، فكيف يقول أنا أكون كهذا الرجل أو أقول أنا هو؟ من أين أنا؟ هذا يحتاج إلى علم مدعوم بالعمل، يحتاج إلى قلب متصل برب العالمين سبحانه وتعالى، يحتاج إلى رجل يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، شجوا رأسه وأدموا وجهه وكسروا رباعيته وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول الدجال شجوه فيشجوه، يقول أوما تؤمن بي؟ يقول لا. وينادي الرجل على الناس أيها الناس هذا والله الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتوجه الدجال إلى الناس، فتنة عظيمة. أيها الناس أرأيتم لو قتلت لكم هذا الذي لا يؤمن بالدجال، أرأيتم لو قتلت لكم هذا وشققته نصفين ثم أحييته أتؤمنوا بي؟ من الذي يحيي الموتى؟ الله سبحانه وتعالى. فالدجال يقول أتؤمنوا أني أنا ربكم إن قتلته وشققته وسرت بين شقين ثم أحييته؟ فيقول الناس الذين فتنوا يقولون بلى إن فعلت ذلك آمنا بك. ولو علموا أن الله تبارك وتعالى جعل قتل الدجال على يد عيسى الذي يحيي الموتى بإذن الله لا قالوا أن هذا قتل يعطيه رب العالمين لبعض عباده، لكن بإذن الله عز وجل يقولون بلى. فيأخذه الدجال فيضربه ضربة بالسيف، ضربة واحدة، يأتي به جسلتين يقسمه نصفين، يضرب بالسيف على رأسه فيقسم جسده قسمين، وفي رواية فينشر يعني ينشر بالمنشار بالقتل. الرجل المؤمن صار يمينا وشمالا ويسير الدجال على الأرض بين جسده، يبدأ من بين رجليه ويخرج من عند رأسه، ثم يقول الدجال له قم فيقول. المؤمن يقول بقدرة الله عز وجل وحكمته، ومن في قلبه ريب يؤمن أن الدجال أحياه وأن الدجال هو رب العالمين عياذا بالله تعالى. يقول له قم. الناس ينظرون، مئات الآلاف ينظرون إلى هذا الشاب الذي قتل فيرونه قائما يضحك يتهلل وجهه ضحكا، ثم يقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله. ويأتي على قوله ببينة قاطعة لمن يصدق العين ولا يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أيها الناس إنه لن يسلط على أحد بعد، مأذون له في هذه النفس فقط، وإلا فهو عاجز حقير ذليل. أيها الناس إنه لا يسلط على أحد بعدي. فيأخذه الدجال ليقتله، يأخذه الدجال ليقتل هذا الشاب، فلا يسلط عليه مرة، لا يستطيع أن يقتله، فيأخذ بيديه ورجليه ويلقي به إلى النار، نار الدجال. قال عليه الصلاة والسلام وهي جنة، فيرى الناس أنه ألقي في النار وإنما ألقي في الجنة. قال رسول الله فهذا أعظم الناس شهادة
لأن الصحابة الذين قتلوا شهداء في سبيل الله كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا مع إخوانهم من الصحابة، كانوا يجدون على الخير أعوانا، وهذا ينفرد وحده بالرد على الدجال الأكبر، وهو أكبر فتنة على وجه الأرض. فكلما كان العبد في غربة أشد كلما كان أجره أعظم عند الله عز وجل. لذلك كان هذا الرجل خير الناس بعد رسول الله، أو من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يحدث على أبواب المدينة. ومع ذلك مع ما يرى الناس من هذا الموقف يتبع الدجال كثير ممن يعيش في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ويعجز الدجال أن يدخل مدينة النبي أو يدخل بيت الله الحرام مكة المكرمة فتوجهه الملائكة، تصرف الملائكة وجه الدجال إلى الشام، فيأتي جبل إيليا بيت المقدس فيحاصر الدجال عصابة من المسلمين، جماعة من المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام فيلقون شدة شديدة، يلقون شدة وعناء وظماء عظيم، وإمامهم رجل صالح هو المهدي حفيد النبي عليه الصلاة والسلام. عصابة أحرزها الله من النار، هكذا قال عليه الصلاة والسلام عصابتان من أمتي أحرزهما الله، حصنهما الله، منعهما الله من النار. عصابة تغزو الهند التي كانت مسلمة وستعود إن شاء الله عز وجل مسلمة، وعصابة مع عيسى يقاتلون الدجال، إمامهم منهم وينزل عيسى عليه السلام. يحاصر المسلمون حصارا شديدا، والدجال معه اليهود والمنافقون والكافرون يحاصرون هذه المدينة. فيقول بعض المؤمنين لبعض إلى متى نترك هذا الطاغية، يعني الدجال، إلى متى نتركه؟ يتعاهدوا على أن يخرجوا إليه ويقاتلوه، يتعاقدوا على هذا قبيل الفجر. فإذا جاء وقت الفجر نزل عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم عند الصبح، أذن لصلاة الفجر، فصف المهدي الصفوف ووقف بين يديهم ليصلي بهم، إذ نزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء بدمشق وهي موجودة الآن. ينزل عليه السلام هنالك واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تساقط منه أمثال الجمان، عليه ثوبين ممصرين يعني فيهما لون من صفرة. فيأتي عيسى عليه السلام فيريد المهدي أن يتأخر ليتقدم عيسى النبي. المهدي ولي من أولياء الله، وعيسى عبد الله ورسوله نبي من أنبياء الله، فيتأخر الولي المهدي ليتقدم عيسى النبي. لكن عيسى عليه السلام يعلم الأمة جميعا أن هذه الأمة أئمة على بعضها، وأن من جاءها بعد نبيها لا بد أن يسير على هدي نبيها عليه الصلاة والسلام. فيقول تقدم فصلي فإنكم أئمة على بعض، إمامكم منكم، إمامنا منكم، حفيد نبينا عليه الصلاة والسلام. فلو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعيسى حي وسينزل عيسى عليه السلام ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهلك الله الملل كلها إلا الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم منكم؟ قال ابن أبي ذئب أتدري ما أمكم منكم؟ قال الوليد لا، أخبرني. قال قادكم بكتاب ربكم وبسنة نبيكم
وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأجمعت أهل السنة والجماعة. قال تعالى عن عيسى: وإنه لعلم للساعة. في قراءة ابن عباس: وإنه لعلم للساعة. روى أحمد والحاكم بسند صححه الحاكم والذهبي وابن كثير والألباني وأحمد شاكر. قال ابن عباس: هو نزول عيسى عليه السلام، خروج عيسى قبل يوم القيامة. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال أبو هريرة وهذا عنه صحيح: قبل موت عيسى عليه السلام سينزل عيسى، وقبل موته يؤمن به أهل الكتاب. أما السنة فأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نأتي على بعضها إن شاء الله. وأما الإجماع فقد نقله أئمة أهل السنة في كتب عقائد أهل السنة والجماعة. بما يحكم عيسى؟ بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالشريعة المحمدية. فإن عيسى من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل عيسى إلا الإسلام. لا يقبل من اليهود يهودية، ولا من النصارى نصرانية، ولا من المجوس مجوسية. لا يقبل الجزية، يكسر الصليب، يدق الصليب، ويقتل الخنزير. ولا يقبل إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عيسى لا يأتي بشرع جديد، إنما يأتي حاكما بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أمكم منكم، وهذا شرط الإمام الذي تنعقد إمامته أن يكون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم منقادا لشريعته عليه الصلاة والسلام. روى الإمام ابن أبي الدنيا بإسناد جيد قال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى عليه السلام فيقول أميرهم المهدي: تعالى صل بنا، صل إماما. فيقول: لا، بعضكم أمير بعض، تكرمة الله لأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينزل عيسى عليه السلام بدمشق، ويلتف حوله المؤمنون، فيسير بهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قاصدا الدجال، فيجتمعون عند بيت المقدس، ولا يحل لكافر يشم نفس عيسى إلا مات. وعيسى عليه السلام نفسه عند منتهى طرفه، فينطلق حتى يفتح الباب إلى الدجال. يقول عيسى: افتحوا الباب، فيفتح الباب وينطلق عيسى. فإذا رأى الدجال عيسى عليه السلام ذاب. أين دعوة الربوبية؟ أين دعوة الملكوت؟ أين دعوة الجبروت؟ ذاب كما يذوب الملح في الماء. يريد الدجال أن يذوب ويموت حسرة وكمدا، لكن عيسى يقول: والله إن لي فيك ضربة. لو أن الدجال ذاب والماع لظن بعض أتباعه أو ادعى بعض أتباعه أنه قد اختفى، أنه قد ذهب، كما يزعم الشيعة الآن في مهديهم المنتظر. لكن عيسى عليه السلام يقطع الشك باليقين، يقول: والله إن لي فيك ضربة. فيفر الدجال، وينطق الله الحجر والشجر والدواب وكل شيء. يا مسلم، يا عبد الله، لم يقل في الحديث يا عبد الله السلف، ولا يا عبد الله الإخوان، ولا يا عبد الله التبليغ، إنما فقط يا عبد الله المسلم، يا من عقدت الإسلام. هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتل. إلا الغرقد وهي من شجر اليهود. فينطلق عيسى خلف الدجال ويدركه بباب لد بدمشق، فيقتله، يضربه ضربة بسيفه أو برمحه. وحينئذ يهلك الله عز وجل الملل كلها. فاليهود قد قتلوا، والنصارى من أصر على كفره مات بنفس عيسى عليه السلام، ومن آمن بعيسى صار من المسلمين. وضع عيسى الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وقتل الخنزير وكسر الصليب، فانتقل الناس جميعا إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم. عيسى لم يقتل ولم يصلب، وسيؤمن به الناس
مسيح الضلالة عند بابلون. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نظر إليه الدجال ذاب وانطلق هاربا فاتبعه عيسى فقتله عند بابلون. ويعم الرخاء ويعم الأمن، فلا تقبل الصدقة ولا تؤخذ الأموال، وتنزل السماء بركتها وتخرج الأرض بركتها، حتى إن الجماعة من الناس، الفئات من الناس لا يأكلون من قطف علم، حتى إن الجماعة من الناس لا يجتمعون على الرمانة فتشبعهم وتكون الكلمة واحدة، الدعوة واحدة، الدين واحد، ويلقى الأمان حتى يضع الصبي يده في فم الأسد لا يضره، وحتى تكون الذئاب راعية على الغنم، وحتى تترك الأسد والبقر لا يضرها، وتملأ الأرض من السلم. قال أبو هريرة: حتى لو أن عيسى قال لصخرة أفيضي عسلا لأفاضت عسلا. وقال أيضا: ولو أنك ألقيت الحب على الصخر على الحجر الأصم لأنبت بإذن الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: حينئذ لا تشاح ولا تباغض ولا تحاسد، فيمر الرجل على الأسد وعلى الحية لا تضره. عيسى عليه السلام ينزل مصدقا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل إماما مهديا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويهل عيسى بالحج والعمرة إلى بيت الله عز وجل على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى حياة طيبة لعيش بعد نزوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيمر ما شاء الله عز وجل من الزمان، لتبدأ فتنة جديدة. يوحي رب العالمين إلى عيسى عليه السلام: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد، يعني لا قوة لأحد ولا قدرة لأحد من البشر عليهم، يخرج يأجوج ومأجوج. يقول رب العالمين لعيسى: فحرز عبادي، فحصن عبادي في الطور. هذه نهاية الدجال. وقد أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم ما تعتصم به من فتنته، وذكرنا بعضها مما يكون قبل خروجه. أما عند لقاء الدجال فاقرأ عليه فواتح الكهف. هل تحفظها؟ هل تحفظ سورة الكهف؟ اقرأ على الدجال فواتح الكهف، وادخل في وجهه، واستعذ بالله من شره، واستغث بربك منه لا يضرك، ليس له عليك سبيل. لذلك قال حذيفة بن اليمان: قال والله للدجال أهون على الله، أهون عند المؤمن حقا من هذه العنز. للدجال أهون من العنز لمن ثبت الإيمان في قلبه. وأمسك ابن مسعود بحصى فألقاه، فقال: هل أخذت هذه من ظفري شيئا؟ معك عصا ألقيتها، هل أخذت من لحمك شيئا؟ قالوا لا. قال: والله الدجال لا يأخذ من المؤمن إلا كما أخذت الحصى من ظفر، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأن قلبه أزهر منير، ما آتته فتنة إلا واعتصم بالله منها. أما صاحب القلب الأسود من كثرة الذنوب والخطايا فهذا الذي يخشى عليه. ومن سبل الاعتصام بالله والنجاة من الدجال قال عليه الصلاة والسلام: من رآه فقال كذبت، لست بربنا، ربنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منه. احفظ هذه الجملة، تقول للدجال: كذبت، لست بربنا، ربنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه أنبنا. قال عليه الصلاة والسلام: لم يكن له عليه سلطان. ومن أهم أبواب الاعتصام من الدجال عدم الطمع في الدنيا، إذ أكثر من يدخل
الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام، فسألوه قال أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هل يطعمه طعاما ويسقيه شرابا؟ قال ابن القيم استغنى رسول الله بذكر الله عن قوت البدن. وكذلك المؤمنون حينما يخرج الدجال طعامهم التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير، هذا طعامهم، لا يحتاجون إلى قوت، لا يحتاجون إلى نبات، لا يحتاجون إلى ماء، إنما ماؤهم ذكر الله عز وجل، ماء القلوب. طعامهم تسبيح الله عز وجل، طعام القلوب. وأنت تعلم أن أباك آدم أخرج من الجنة بسبب لقمة أكلها بالحرام، بسبب لقمة نهاه الله عنها. فمن أكل من طعام الدجال أتاه العقاب الذي توعد الله عز وجل به أتباع الدجال. وأنت تعلم أن طالوت الذي بعثه الله ملكا على بني إسرائيل قال عن شربة ماء، قال عن النهر فمن شرب منه فليس منه، فمن شرب من نهر الدجال فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تطلب الدنيا بمعصية الله، فإن جاءك الدجال كنت من أتباعه. وهذا ما أبينه وأحذر منه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهج يوم الدين. وبعد، ما زال كثير من الناس يعتقد أن الدجال عن أبعد، ولكي تستشعر هذا المعنى لابد أن تتذكر ما ذكرناه من أن فتنة الدجال ينجو منها من رآه ومن لم يره ممن اعتصم بالله عز وجل، وأن فتنته يفتن بها من رآه ومن لم يره ممن لم يعتصم بالله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا. لكن الدجال قريب، اي والله قريب جدا. روى الإمام أبو عمرو الدني في الفتن قال ابن عباس: ما كثرت ذنوب قوم إلا زخرفوا المساجد. زخرفت أم لا؟ قال رضي الله عنه: وما زخرفت المساجد إلا عند خروج الدجال. زخرفة المساجد علامة دنو الدجال. وقال حذيفة بن اليمان: لتنقضن عرى الإسلام عروة أولها الأمانة، وقد نقضت، وآخرها الصلاة، ولنا عند الأمانة وقفة، لأن نقض الأمانة هو الذي يأتي بالساعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال رضي الله عنه: والله يكونن في هذه الأمة أقوام يقولون ليس فينا منافق، كلنا مؤمنون، كلنا مسلمون، كلنا موحدون، ليس فينا منافق ولا كافر. قال رضي الله عنه: وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وقال كعب الأحبار كما في المصنف ابن أبي شيبة: تكون فتنة تستحد فيها الدماء، تستحد فيها الأموال، تستحد فيها الفروج، ثم تكون فتنة الدجال. وقال ربيعة الرأي كما روى الإمام الخرائطي: إذا غاض العلم غيضا، إذا نقص العلم، وكان المولود لوالده غيظا، صار الولد عناء لأبيه، والشتاء قيظا كما رأيت في شتاء المضيع، مطر يضر لا ينفع، والحكم حيفا ظلما وجورا، أتاكم الدجال. إذا ظهرت هذا أتاكم الدجال يزيف زيفا. وقال ابن عمرو كما روى الحاكم بسند صحيح: للدجال آيات معلومات، إذا غارت العيون، المياه الجوفية تقل وتنقص ويشكى منه، وإذا نزفت الأنهار تنضب تجف يقل ماؤها، وإذا اصفر الريحان يعني الشجر، لأن النبات 3 سنوات، في السنة الثالثة لا نبات، فيبقى الشجر، شجر الزيتون يعمر 250 سنة، فماذا
سيقع أرض المنبع الحبشة لا أرض المصاب مصر، ورجعت الأنهار إلى عناصرها، فانتظر الدجال بصبحك أو بمساك، فهو قريب. حتى خافه رسول الله فظن أنه من الصياد، وحتى خافه أصحاب النبي فظنوه في طائفة. سؤال غريب، إذا كان الدجال بهذه الخسة وبهذه الحقارة وبهذا الضعف، فكيف يفتن الناس به؟ كيف يفتن به من يعرف أبصاره؟ كيف يشتاق إليه من كان من المسلمين؟ قال أهل العلم إن الشهوة العالمة تعمي البصيرة، شهوة المال، شهوة الكنوز، شهوة النساء، شهوة الطعام والشراب، شهوة الأرض وخضرائها، الأرض وبنائها، تعمي البصيرة، فتنطلي شبهات الدجال. تنطلي بعض الشبهات على الأعراض، يحيي له والداه، زعم في سورة شياطين، يأتيه شيطان في سورة نبي، زعم. لكن الغريب العجيب أن من الناس من يتبع الدجال وهو يعلم أنه كاذب، بل ويقول الدجال كافر. رواه أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن عبيد بن عمير وهو تابعي كبير، وقيل أنه صحابي مرسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وموقوفا عنه، يقول لا يصحبن الدجال قوم يقولون إنا نعلم أنه كافر، لا يؤمن به، لا يقول عنه رب، فلماذا يصحبوه؟ قالوا ولكن نصحبه لنأكل من الطعام ونرعى الشجر. يصحبونه طلبا للدنيا، طلبا للمطر، طلبا للنبات، للحشائش، للمواشي، للأنعام. يخرج الدجال فيتبعه أناس يقولون نعلم أنه كاذب، نشهد أنه كافر، لكننا نصحبه نطلب الراعي والمال. ألم أقل لك إن العرب عبدوا عمرو بن لحي طلبا للمال؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رضي الله عنه فإذا نزل عذاب الله عز وجل، إذا نزل غضب الله، نزل عليهم جميعا، حتى من قال الدجال كافر وسار خلفه. وكثير من الناس يتبع الدجاجلة طلبا لهذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر عنده الدجال قال والله لو أصبح الدجال ببابل، كان في الكوفة، لو الدجال خرج في مدينة بجواره ماذا استفعل؟ الناس يقول سنبتعد عنه. قال ابن مسعود لو أصبح الدجال ببابل لأصبح بعض الناس يشكو الحفا، يسير على قدميه حافيا، لا يلبس نعله، شوقا إليه وطلبا إليه من السرعة إليه. لا ينجو إلا 12,000 رجل و7,000 امرأة، من الذي ينجو؟ الذين لم ينشغلوا بزينة الدنيا وزهراتها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات أتدري ما هي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن انشغل بالباقيات الصالحات عن زينة الدنيا نجا من فتنته، ومن انشغل بزينة الدنيا وقع فيها. وأخطر من هذا كله الحديث الذي رواه الإمام الإسماعيلي في معجمه وقال إسناده صحيح. قال الحافظ بن حجر إسناده صحيح ومتنه منكر فيه نكار. قال الألباني رحمه الله وهذا الحديث معناه يصدق على كثير من الناس اليوم، يصدق على كثير من الناس اليوم. خذه كواقع، لا نأخذه كحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله إنه لمن من قبل. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون عامته يقرؤون القرآن. رمضان قادم في كل بيت عشرات المصاحف يقرأ الناس القرآن، من الناس من يختم مرة مرتين 10 يقرؤون القرآن ويجتهدون في العبادة، يتعبدون لله عز وجل، يصومون نفلا أو فرضا، ويشتغلون بأهل البدع. يرد على المبتدع وعلى الطلاب. هل تريد شيء بعد هذا؟ وناس يقرؤون القرآن ويتعلمون العلم
والدينار. قال ابن مسعود: يا رسول الله، كيف ذلك وعندهم القرآن يقرؤونه؟ قال: يحرفون تفسير القرآن على ما يريدون، كما فعلت اليهود حرفوا التوراة على ما يريدون. قال: وهم أتباع الدجال. لا تأمن على نفسك، تقرأ القرآن هؤلاء يقرأون، تتعبد هؤلاء يتعبدون، تدعو إلى الله هؤلاء يدعون إلى الله، ترد على المبتدع هؤلاء يردون على المبتدع. لكن أين قلبهم من ربهم عز وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: يأكلون الدنيا بالدين وهم أتباع الدجال. وقال أبو عبد الرحمن المقري كما روى بالدنيا في كتاب الجوع، ورواه ابن عين في الحلية مرفوعا بسند ضعيف: احذروا طعام الملوك. طعام الملوك عطايا السلطان للمسلمين. احذروا طعام الملوك فإن لطعامهم فتنة كفتنة طعام الدجال. لاحظ، يأكل عطايا السلطان، لا يأكل من حرام ولا من ربا ولا من رشا ولا من سرقة ولا من خيانة. قال: فإن لطعامهم فتنة كفتنة طعام الدجال، من أكل منه نكس قلبه. قلب منكوس كالكوز مجخيا، كيف ينجو من فتنة الدجال؟ وعند أبو نعيم: من أكله إذا أكله الرجل انقلب قلبه. وهذا من شبه. فكيف بالأكل من الحرام؟ كيف بالأكل من الشبهات؟ إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بك خيرا أقام في قلبك شاهدا يميز بين الدنيا والآخرة، يعرف به ما يرضي الله مما يغضب الله عز وجل. واعلم أن كثرة المباحات تفضي إلى قسوة القلب. فكيف بالمحرمات؟ فكيف بالمشتبهات؟ إذا كان هذا في الحلال أو في الشبهة، فكيف بمن وقع في الحرام ففسد قلبه؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد القلب فسد الجسد كله. لأنك تأكل الحرام. أين الأمانة؟ من منا يؤدي الأمانة إلى أصحابها؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، انتظر الدجال. أين الأمانة في البيع والشراء؟ أين الأمانة في التعامل مع الناس؟ أين الأمانة في أموال الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين؟ أين الأمانة في الدعوة إلى الله عز وجل؟ البيع أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، والكلام أمانة، والخطبة أمانة. أين الأمانة؟ أين من يأكل الحرام؟ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم، إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرهم. في الدنيا يأكلون في بطونهم نار. إذا أكلوا مال اليتيم المستضعف فماذا يفعلوا مع فتنة الدجال؟ معه كنوز الأرض، معه أموال الدنيا ومطر الدنيا، معه شربة ماء تساوي الحياة. ألا تحاسب نفسك؟ ألا تراجع نفسك؟ ألا تعود إلى ربك عز وجل؟ أتعلم أن أعمال هذا العام تعرض في هذه الأيام؟ راجع السنة الماضية، كم من حرام أكلت، وكم من شبهة أكلت، وكم من أكلات أكلتها بمسلم، وكم من معصية سجلت عليك وقيدت عليك. ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أن عباد بن عباد الخواص دخل على إبراهيم بن صالح وكان أميرا، فقال له إبراهيم: عقني. قال: لقد بلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أعمالنا تعرض على أقاربنا. أعمالك التي عملتها، ذنوبك التي قدمتها، تعرض على أقاربك. قال: وأنت من أقاربك رسول الله. فانظر ماذا يعرض عليه. بالله، لو كان رسول الله من أقاربه، ما الذي يعرض عليه من عمله؟ والله إنه لا يعرض على من هو أعظم من رسول الله. إنها تعرض على الله في هذا الشهر، في شهر شعبان، ترفع الأعمال إلى الله، تنسخ دواوين أهل الأرض في دواوين أهل السماء، وتعرض الأعمال على الله. فبالله ما الذي يعرض منا على ربنا؟ ما الذي يعرض؟ ما الذي كتبناه؟ ما الذي قدمناه؟ ما الذي فعلناه؟ ما الذي تكلمنا به؟ ألا نستحي من ربنا وأعمالنا تعرض عليه؟
ونبينا كان يقول فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تعجب والله من أناس يزعمون الإيمان بالله وأنهم لا يؤمنون أبدا بالدجال وهم لا يعملون بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال وإن حفظ وإن عمل فقد قال بعض السلف والله لو أنك قمت قيام هذه السارية وقمت كهذا العمود سنين طوال عابدا راكعا ساجدا صائما قائما لا ينظر الله إلى عملك حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أم حرام. لا يقبل من اكتسب مالا من حرام ثم أنفقه في سبيل الله كان إسره عليه وزره عليه ولا أجر له فيه. أختم بهذا الحديث واعذرونا على الإطالة فوالله إن القلب مجنون وإني لأخشى على نفسي قبل أن أخشى عليه. روى الإمام الطبراني بسند حسن بسند قال عنه الحافظ ابن كثير متقارب قال الله عز وجل ثلاث غيبتهن عن عبادي. ثلاثة أشياء أخفاها الله عنه. ثلاث غيبتهن عن عبادي ولو رأى رجل منها واحدة ما عمل سوءا أبدا. الأولى قال الله عز وجل لو كشفت غطاي فرآني ما عمل سوءا أبدا. لو أنك رأيت الله هل تستطيع أن تعصيه؟ اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من لم يحمله الحب على أن يتقيد بهذا فلينظر الذي بعده. قال الله عز وجل ولو علم كيف أفعل بهم إذا أمدتهم كيف أفعل في القبور ويوم الحشر كيف أفعل حين أقبض السماوات والأرض ثم أقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي له الملك دوني. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد واليوم. هذا اليوم الذي تحيا يومك أنت عمرك أنت وقتك أنت مالك أنت نفسك أنت منكم أنت. الملك لله الواحد. فإن لم تستطع فعليك بالثالثة اجعلها نصب عينيك كأنها رؤيا عين. قال الله عز وجل ولو أني أريتهم الجنة وما أعددت لهم فيها من كل خير ولو أني أريتهم النار وما أعددت لهم فيها من كل شر ما عصوني أبدا. لو أنك ترى الجنة والنار رؤيا عين لكنت كما كان أصحاب النبي.